هلا والله بالافلام الغريبه يا اخوان. بتبلش قصتنا بالفضاء الخارجي. مجموعه من الناس قاعدين حامين الفضاء، بينزلوا على كوكب بزبطوا في الدنيا، بيلاقوا واحد غريب مجنون كان محبوس. هذا قوى الشر في العالم، بتسحبهم، تسحب الجسد والروح، وانسى معلم كل اشي بيسحبه بموت. هذا البني ادم اسمه جعيدي. نسيبه شوي جعيدي ونروح لكوكب الارض بال93. بصحى زعتر، هذا اسم الولد زعتر. بصحى زعتر، ابوه بكون عنده تاني يوم تدريب في الطياره، وبكون خايف عليه انه هذا التدريب وفحص الطيارات وما الطيارات، يعني الامور بتخوف شوي. عشان يصحى تاني يوم وطيران، بدل ما يروح على المدرسة وين بروح على ابوه. بقول له ولك زعتر شو جابك هون؟ بقول له ولا شيء يابا، جاي اطلع عليك وانت قاعد بتطير. بقول له ماشي. وبروح لزلمتهم بحبه هم صغار، بروح لزلمته بيجوا يطلعوا على ابوه، وهم قاعدين بيطلعوا على ابوه لسه طاير. بقول لهم الامور تمام يا ابو الغوالي؟ لسه بقول لهم تمام، الا الموتور ورا بنفجر، بفقع الدنيا، بضرب في الرادار وبفجر الدنيا وبتوقع الطيارة. ولما زعتر يركض عليه بتتفجر الطيارة وبموت. ابوه مات قدام عينيه. يا سبحان الله، في شغلات بتصير أعطل من هيك هاي الأيام. شو بدنا بالطويلة؟ بنروح معلم نرجع للفضاء، لمجموعة القوى الخير اللي قاعدة مسيطرة على إيش، على المجرة. زلمتهم الكبير هذا اللي داهن وجهه أحمر بقول لهم إنه جعيدي طلع ولازم إحنا نحاربه، ولسه قاعد بيحكي إنه المادة الصفراء خطرة، إلا ما بلاقي إلا كل الدنيا بتنفجر قدامه. ليش معلم؟ لأنه جعيدي هجم بالقوة الصفراء، في قوة صفراء غير القوة الخضراء تاعتهم. بوكلوا قتل بتبهدلوا، بس رئيسهم بيقدر يهرب، وبهرب طيران وين؟ على الأرض. ما هو الملجأ على الأرض، وين بده يروح غير على الأرض يا فخم؟ شو بدك بالطويلة؟ بوصل الأرض، نسيبه بريح على الأرض لأنه بده شوي عبال ما يهدي، عشان في عندك الغلاف الجوي وهيك. بنروح لزعتر، كبر شوي، طلع له شوية سمسم وبلش يكبر، وبرضه اشتغل في شركة، نفس الشركة يا أخوان اللي كان يشتغل فيها أبوه، وزلمة بيفحص طيارات وهيك. وحتى زلمته اللي كانت معه وهي صغيرة برضه معه. ونازلين مناقرات، اشلح الأبيض بدي أغسل، لا مش فاضي فيش فيها عرق. يا حبيبي اشلح الأبيض بدي أغسل، ما برد عليها. خلص بقولها بدي أطلع أفحص الطيارة، ويلا اركب الطيارة وعشان تفحصي معي. ابو نظارات هذا اللي بيسيطر، بقول لهم اطلعوا وانزلوا تبع الرادار، بيطلعوا بالطيارات والامور تمام. بدقوا ببعض، فمش قلت لك جيب انا دواء غسيل؟ انت بنتك كل ريحتك مش عارف ايش، قاعدين بدقوا ببعض. بس زعتر بطقع لها، وببلش يعلى حتى بخافوا انه بوصل الطيارة لمرحلة ممكن توقع. بس بشد زعتر بيطلع، بيكسر الرقم القياسي، الكل بنبسط انه الطيارة زبطت. وهو نازل معلم بيجي النكد انه كيف صار مع ابوه، كيف مات وكيف الوضع صار، وببلش يكتئب. وهو نازل معلم تفلت منه الطيارة، بتنفجر، فبضطر ينط منها، و14 مليار تفجروا في الأرض. ولك مصاري ناس هدول. بيجي عليه رئيس الشركة بقول له معلم أنت قديش راتبك؟ 350 دولار، مخصوم منك 50 دولار لمدة 350 سنة عشان تتعلم تاني مرة تفجر طيارات. بقول له خلص ماشي، دير بالك بس على سكسوكتك، شوف الحلاق مش مزبط لك إياها. نسيبهم ونروح لمين معلم؟ للرئيس ابو حمراء اللي نزل على الارض. بطلع فقاعة خضراء، بقولها روحي دوري على واحد زلمة متكتك وقد حاله وبخافش، انسي مقطع السمكة وديلها. بكون زعتر قاعد، ما بتجي الا طبة وبتشمط فيه معلم، بتركب فيه ركب انه هو الزلمة اللي بخافش، زلمة دواوين وازعر. عشان فجأة قاعد زعتر ماشي في الدنيا، بتلاقي دويرة خضرة بتسحبه وبتاخده من معلم، بتاخده على الفضاء، على الكوكب تبعهم مع الناس والشباب الطيب اللي فوق. طبعا زعتر مخاف عقله، انا كبيري اقعد مع زيت على الفطور. ايش مين انت؟ بقول له انت، بقول له اسمع شو بدك بالطويل بس زيادة حكي، الخاتم والفانوس اختاروك، انت زلمة قد حالك، روح حارب الاشرار. جعيدي فوق مكسر الدنيا، دير بالك على حالك. لسه بقول له دير بالك على حالك، مات. باخذ الخاتم والفانوس وبرن على زلمته، بقول له اسمع تعال وجيب نظاراتك معك لانه الموضوع صعب. ولسه قاعد بده يحكي معه، بنلاقي انه الشرطة بتكبس عليهم. ليش؟ انه في اشياء غريبة بتصير، لانه في جثة من الفضاء نزلت. بيغلوها بجيبوها وسط، وبنروح وين معلم؟ بنرجع للقاعدة الفوق تحت الخير، تحت الاخضر، اللي يعني تأسيس الزعتر فوق. بيتفقوا بيجتمعوا بيقولوا لهم معلم ايش، جنيدي خرب الدنيا والمادة الصفراء عبت فيه والوضع، وقائدنا مات والخاتم مش عارفين. قاعدين بتناقشوا. نسيبهم معلم ونروح لمين؟ للعالم الفخم أينشتاين. هذا شكله بس بالشكل أينشتاين. بنادوه بيقولوا له تعال معلم بدنا اياك بقصة طرمة. شو في؟ بقولوا له في جثة وقعت من الفضاء، بدنا اياك تفحص لنا اياها. بقول لهم جثة يعني ايدين ورجلين؟ بقولوا له يعني جثة ايش، كلب بلدي؟ مالك يا غالي بشواربك، تعال نفهمك غلطك. بدخل معلم بفرشوا الجثة. أول شو بفرشوا، المهم بفرجوا الجثة، بتيجي الصمت بيقولوا تعال شوف كيف الحنجرة طالعة، طلع كيف أسنانه، بدك تلاقي لك حل. غلطته إنه لمسه، غلطته إنه لمس إيش، لمس الجثة. هسا بنعرف ليش. بنروح لمين؟ لزعتر قاعد بحاول يشغل الخاتم. حبيبي انت مش سبايدر مان، بدك تلاقي حل غير هيك. بحاول يدق ما يدقش، المهم فجأة بعصب بشمطه، إلا إيش، الجهاز بضوي. نداء إلى قاعدة الديجيتال، صنديد مش عارف شمال أمه. المهم بحكي القسم هكونا مطاطا، خلص أنت صرت من جماعة الخضر، الزعتر الأصلي. أنت مش اسمك زعتر، زعتر أصلي.
وبنفس الوقت أينشتاين قاعد بفحص وبحطوه بيقولوا له إحنا قررنا إنه إحنا نعطيك راتب غالي حوالي تقريبا 150 ليرة أردني بس بتشتغل معنا. بقول لهم موافق. زعتر يا أبو الغوالي وهو طالع بيركب السيارة بيجوا بكبوا زنخته، يعني بتعرف كيف لما البطل بكبوا زنختهم عليه 4-5 بوكو القتل تيوزع. من كثر ما بوكو القتل بنحر بيقرر إنه يضرب بوكس. البوكس بيطلع تساعي الأبعاد مع الضوء الأخضر بالخاتم، بوديهم كل واحد كل واحد عقارة يعني بفجرهم. بعدين المادة الخضراء بتلف حواليه بتقول له تعال بدنا إياك، وبتسحبه فوق على الفضاء. بكون طالع ايش فيه ولا اقمار صناعيه حواليه. بقول لهم طب ما انا طالع وطالع، يلا بدي اعمل حركه سبايدر مان، بمد ايده وبضل طاير. الماده الخضراء بتسحبه، ما بيلاقي حاله غير في المقر الرئيسي تبع مملكه الخير الدوليه للانتاج الفني. بيطلع شامط بدله اشي فخم، المخرج مزبط الدنيا والمنتج دافع يا ابو الغوالي. بيجي عليه واحد بيقابله بيقول له يعطيك العافيه، احنا فكرنا رئيسنا مات، طلع انت ماخذ الخاتم، الخاتم اختارك معناته انت زلمه بطل، بدنا نرتب امورك وبدنا نظبطك. وبنفس الوقت يا اخوان أينشتاين قاعد بصير معاه شغلات غريبة. ما حداش قال لك تلمس الجثة يا أحمر، ما حدا قال لك تلمسها. نيجي فوق بقولوا له شو يا زعتر ايش امورك؟ بقول لهم انا اموري تمام، ايش بدكم اقاتل يلا ايش فيه؟ الا معلم بيجي الرئيس تبعهم بقول له ايش شو الوضع؟ هذا هو اللي بدكم تدربوه، تعال تعال جيبوه. اول شي بيعرف يطير، بيحاولوا يطيروه بيعرفش يطير، بكون يعني حمار ما بيعرف يعمل اشي. بقول لهم اسمع انت شكلك غبي وراح تتعبنا وما راح تعرف تطلع كيف الناس بتشتغل، طلع كيف احنا شغلنا مرتب، ناس متدربة على بدك انت تقابل جعيدي، انت مفكر حالك بدك تقابل ابن اختك؟ اشوف اطلع من الاشياء اللي بتعملها. بلشوا يوقفوه بكم من قصة بيحاول يهرب منها، وبيحاول يدربه سيف سيفين برضه بوكل القتل زعتر ليوزع. بقولوا له معلم انت انا بعرفش كيف الخاتم اختارك، بقول لهم لا انا قد حالي وزلمه وبفرجيك، بقولوا لا انت حمار، انت انا مش عارف كيف، مش عارف انا شو اللي بيصير لنا قاعدين، الماده خربت ولا صارت فيها لزوجه، ارجع على الارض يا حبيبي ارجع على الارض الله يسهل لك. بيرجع منكد وخاف عقله انه شو اللي بيصير، طب انا زلمه قد حالي مالكو. وبنفس الوقت مين روح أينشتاين قاعد بعطي حصة في المدرسة، وبنتبه يا ابو الغوالي انه صار عنده قوة خارقة، بسمع ايش اللي الطالب بفكر. في واحد بسب عليه فبضطر يطيره وبخف عقله شو القوة الخارقة هاي اللي عنده، فبروح يسحب ويحلل دم يشوف شو الدنيا ايش بصير. بنعرف انه المادة الصفراء صارت فيه وهو بكون خاف عقله، وبناديه ابوه بقول له معلم تعرف انه انا اللي رشحتك تصير تفحص جثث، شد لي حيلك وربي لحيتك بدل شواربك لحالهم، هيني بقول لك. الدنيا ماشية صح، بروحوا الجماعة الخير الطيبين أبو أخضر يهجموا على جعيدي، خلص بدهم يقربوا بدهم ينهوا الموضوع خلص، ما الله الله هيك يعني بكونوا داعسين. بيلاقوا إنه جعيدي زلمة صار كثير قوي وزلمة داعس على الآخر، والمادة الصفراء عبت الدنيا. بقول لهم اطلعوا من هون عشان ما لحمش وجوهكم، بردوش بفرتكهم، ما بيخلي حدا إلا بفرتكم. ولما بوصل الخبر للقائد تبعهم بقول لهم إنه لازم نستخدم المادة الصفراء، بقولوا لا ما في استخدم مادة صفراء، آخر مرة استخدمنا فيها المادة الصفراء صارت مصايب. نسيبهم قاعدين بتطاوشوا وننزل على أينشتاين وقاعدين بحفلة. طبعا أينشتاين بكره زعتر لأنه بحب زلمته، زلمته بتحب زعتر، وأبوه بيجي بيعرفه على الشباب الطيبة، ببلش يفرض عضلات. بتعرف إني أنا بفحص جثث، وببلش بده يهذي ويفرجج الكلام. بيجي أبوه بلحقه بيقول له حبيب يا فخم طول لي بالك، يعني أنت بدك تفضحنا؟ بتكبس مع أينشتاين كيف تقطع كلامي وأنا بزبط فيها. لما بيطلع أبوه بالطيارة بروح بالحركة اللولبية تاعته بوقع الطيارة على الناس. مين بده يتدخل؟ زعتر بغير الدنيا كلها قدام الناس، والكل بكون مصدوم من الموضوع والكل قاعد بصور. المهم بنقذ الموقف والأمور طيبة. وأينشتاين بنفس الوقت قاعد بتغير لشكل واحد فضائي، وشكله صار غريب وشكله يعني مقرف، استغفر الله العظيم ما بعرف كيف هيك يعني ما علينا. صاحبه بقول له انت متاكد انه انت بتصير هيك؟ بقول له البس نظاراتك. بشمطه اخضر بقول له شفت؟ بقول له واو، طب اسمع بدي واحده زيها، في منها هيك رجالي ولا شو الوضع؟ بقول له اخرس ومشي الدنيا. وبنفس الوقت بروح زعتر لزلمته بقول لها انت، بقول له انت اللي انقذت، بقول لها ولك انا زعتر. بخف عقلها بقول لها شفتي لما ما بتنقي على الابيض والغسيل ربنا برزقنا كيف؟ لا تنقي خلص لا تضلي تنقي اهدي. بتقول له ماشي، وبتنصدم من الحكي انه انا ما بنق، كيف انا بنق؟ شو بدك بالطويلة يا فخم. أينشتاين قاعد بتطور معه الأمور على الزايد، وبصير يدق في الناس اللي حواليه، لدرجة إنه لما يكون مع أبوه بكون بده يمد إيده على أبوه ويقتله، بس إيش بعطوه مخدر وبنيمه. المادة الصفراء اللي جوا معلم ما بتنام بسرعة، فلما يجي بده يصحصح كمان مرة بدهم يشمطوه كمان إبرة، بس بقرر إنه ينتقم. بيبعد أبوه وبقتل الدكتور وبيحبس السمرة بعضها من ذانها وبفجر الدنيا. عشان فجأة معلم يوصل خبر لمين؟ لزعتر. بتعرفش كيش بوصل؟ بقول لك شو بدنا نايمكم من المغرب يا فخم. ببلش يطخ على أينشتاين ومرة يحرقه ومرة يقتله بس على الفاضي، لأنه أينشتاين فيه المادة الصفراء اللي نفسها في جعيدي، فالموضوع بيكون صعب جدا. لحد ما يقرر
زعتر يعمل حركة انه يحط الخاتم على راس مين؟ على راس اينشتاين عشان يفجره. وبالفعل معلم تزبط الحركة بتتفجر الدنيا، وزعتر بيهدى وبروق وبكون خاف عقله. وبتقول له زلمته ولك شو الوضع؟ بقول لها اسمعي الوضع اللي جاي صعب وانا بلشت اخاف وانا خاف عقلي، انا شو جابني ولقصة الخوف؟ مش كنت انا افحص طيارات؟ شو مالك يا غريب؟ بتقول له شد حالك انت زلمة. شو بدك بالطويل؟ بنفس الوقت بوصل جعيدي انه المادة الخضراء استخدموها في الارض، فنازل يقضي على المادة الخضراء اللي هي تاعت الرئيس تبع المجموعة تاعت البشر الخيرين. وبيطلع زعتر للشباب بقول لهم انتوا لازم تساعدوني، في واحد اصفر تحت اسمه اينشتاين وجعيد اللي بتحكوا عنه راح يجي وانا لحالي ما بقدر لهم. بقولوا له والله شو بدنا ندبر حالك، انت مش من ضمن المجموعة يا غالي. بقول لهم اللبس هذا ايش؟ لبس النادي الاهلي؟ ايش مال اهلكم؟ تعالوا. بقول لهم طب انت دبر حالك واحنا بنتفاهم. بنزل بلاقي اينشتاين ماسك زلمته بده يشمطها ابره صفراء يطلعها من راسها. بقول له استنى، شو بدك؟ هاي الخاتم واطلع من راسي، هاي الخاتم خلاص انا بديش العب، خلاص انا صفر الحكم. لما يجي بده يستخدم الماده الصفراء عشان في ماده صفراء وخضراء في الموضوع، الماده الخضراء بتدافع عن زعتر وبتحاول تخرب الدنيا، وبحاول ياخذ زلمته ويطلع، والدنيا بتقوم وبتقعدش والدنيا بتتفجر، وبحاول ينتش الخاتم بس بيقدرش، بالاخر بنتشه وبيقدر ياخده. عشان نلاقي جعيدي ابو الغواري نازل على الارض. بتقول له جعيدي؟ بقول لها ما انا عارف هيني بدي اروح لجعيدي. جعيدي ببلش في المباني بكسر بطبش، وبلاقيش حدا قدامه انه يوقفه ولا يقول له وقف عندك انت شو بتعمل. عشان اول ما يبلش فيه زعتر يبلش فيه باسلحه غريبه عجيبه، بضربه مره مرتين بس بلاقي الدنيا قاعده بتخرب. بقول له طب تعال اسحبك برا ارضي وجمهور، انت بتلعب هون، تعال نطلع نلعب بالفضاء. وبالفعل معلم بيسحبوا على الفضاء لجعيدي، وبتخطر على باله قصة، احنا بنلعب عند الشمس، اول ما يجي عند الشمس مصبوطه بوكس برجعه في الشمس المادة الصفراء بتسحبه. وبالفعل بشمطوا بوكس اللي خوفونا منه طول الفيلم بدقيقتين بموت. وقبل ما زعتر مين جعيدي زعتر بده يروح على الشمس، القائد تبع المادة الخضراء هذا تبع الخير بيسحبه، بقول له والله طلعت زلمة وقد حالك، والله قدها يا كبير. بقول له تمام. بقول له طب حبيبي جهز لي حالك للجزء الثاني، جهز.